اهلا بيكم في بيج نيوز بيج موفز. النهارده الخميس 23. ياسين عيان شويه فانا هقدم الحلقه لوحدي النهارده. النهارده احنا عندنا 3 اخبار وخبر عالمي. طبعا ما تنسوش ان جزء الخبراء بقى في حلقه مختلفه وبقت اسمها ماركت واتش. دي بتبقى كل يوم سبت. الفي وحفناوي هيتكلموا في الحلقه دي عن اللي بيحصل في السوق وعن ايه اللي جاي. ممكن برضو تعرفوا هيتكلموا على ايه في التيزر اللي في اخر الحلقه. اول خبر معانا عن شركه اماراتيه مقدمه عرض لهيئه الرقابه الماليه عشان تستحوذ على حصه من اسهم السويدي، وهنعرف برضو تاثير الاستحواذ ده على الشركه وعلى سعر السهم. في تاني خبر معانا هنرجع تاني لقصه تسديد ديون شركه القلعه، ايه الجديد والمستثمرين المفروض يعملوا ايه. تالت خبر معانا هو قرار البنك المركزي بخصوص سعر الفايده، يا ترى هتفضل ثابته زي ما خبراء رامبل قالوا ولا لا. وخلينا نشوف بقى مين توقعاته هي اللي هتحصل. هو اسبوع وهنعرف كل حاجه. البنك المركزي هيجتمع النهارده والمفروض يعلنوا عن القرار بتاعهم ما بين الساعه 6 للساعه 9، واحنا برضو النهارده هنقول لكم راي خبراء رامبل في القرار ده وتاثيره في الحلقه دي. اخر خبر معانا اللي هو الخبر العالمي هيكون حوالين انفيديا. هم لسه مطلعين النتائج بتاعتهم وهنشوف تاثير النتائج دي على سعر السهم. يلا بينا لاول خبر. في شركه اماراتيه اسمها الكترا انفستمنت هولدنج. الشركه دي قدمت عرض لهيئه الرقابه الماليه عشان يستحوذوا على حصه من اسهم السويدي. الحصه دي ممكن تبدا ما بين 15 ل 24.5% من الشركه. سعر السهم في العرض ده $1.05 اللي هو حوالي 49 جنيه، وده اعلى من سعر السهم في السوق قبل العرض بحوالي 33%. بس بعد الخبر ده سعر سهم السويدي طلع 20%، وده كان في جلسة يوم الأحد اللي فات. يعني دلوقتي سعر العرض لسه اعلى من سعر السهم في السوق بس دلوقتي بحوالي 14%. بالرغم من ان عيلة السويدي حاليا بيمتلكوا اكبر حصة في الشركة اللي هي 70%، الا ان المساهمين هيبقى من حقهم يبيعوا الاسهم بتاعتهم خلال الاو بي ار لإلكترا انفستمنت هولدنج بسعر العرض. فدلوقتي إلكترا انفستمنت هولدنج لو قدروا يستحوذوا على 24.5% من السويدي، ده معناه ان الاسهم المتاحة للتداول او الفري فلوت هتوصل لنسبة 6% بدل ما هي دلوقتي 30%. ده لو حصل ممكن يخلي شركة السويدي تطلع من الاي جي اكس 30، ولو الاسهم المتاحة للتداول نزلت نسبتها عن 5% كده شركة السويدي ممكن تتشطب من البورصة خالص. هي الفكرة ان مفيش اي حد من عيلة السويدي علق على الخبر ده لحد دلوقتي، بس خبراء رامبل شايفين ان هم هيختاروا يحتفظوا بالاسهم بتاعتهم. الخبر التاني معانا عن شركة القلعة. فاكرين في الحلقة اللي قبل اللي فاتت احنا اتكلمنا عن شركة القلعة وازاي المساهمين بتوعها يقدروا يشاركوا في شراء الدين بتاع شركة القلعة اللي هي مديونة بيه للبنوك. الجديد هو ان مساهمين شركة قلعة دلوقتي يقدروا يساهموا في شراء الدين بس دلوقتي بالجنيه المصري مش بالدولار. الاشتراك في شراء الدين ده هيكون نسبة وتناسب بالنسبة لحصة المساهمين في الشركة. بعد شراء الدين ده القلعة هتقوم مقدمة على زيادة راس مال، والمساهمين اللي اشتركوا في شراء الدين ده هيقدروا يشتروا السهم في زيادة الراس مال بحوالي 60 قرش بدل 5 جنيه. عايزين تفهموا القصة دي بالكامل من هشام الخزندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة. اتفرجوا على آخر حلقة من رامبل كونكتس. في الحلقة دي كمان ألفي بيتكلم عن رأيه في السيناريوهات اللي قدام المستثمرين والمفروض يعملوا ايه. تالت خبر زي ما قلنا في أول الحلقة، النهاردة في اجتماع للبنك المركزي هنعرف بعديه آخر قرار لسعر الفايدة. الفكرة ان نتيجة الاجتماع ده بتطلع بالليل واحنا دلوقتي بنصور الساعة 12:30، فهناخدكم بقى للمستقبل عشان نشوف ايه اللي حصل. معاكم نيلي فاوندنج تيم ممبر في ثاندر ورامبل. احنا دلوقتي الساعة 7:30 وقرار البنك المركزي طلع. البنك المركزي قرر ان هو يثبت الفايدة، وده زي ما خبراء رامبل كانوا متوقعين بالظبط. خبراء رامبل كانوا متوقعين تثبيت الفايدة علشان الارتفاعات اللي حصلت الفترة اللي فاتت لسه ما خدتش وقت كفاية ان احنا نشوف تأثيرها على الاقتصاد، والتضخم لسه مرتفع باكتر من 30%، ده بالرغم من انخفاض وتيرة ارتفاع الاسعار الفترة اللي فاتت. والاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو ان المركزي يستمر في السياسة النقدية التشددية لحد ما التضخم ينزل تحت مستوى 20%، وده مش هيحصل قبل السنة الجاية. نرجع بقى لحسن الساعة 12:30. Rumble wins flawless victory. وصلنا بقى للخبر العالمي ورجعنا تاني للسؤال بتاع الاي اي بابل. يا ترى هنشوف الشركات اللي زي انفيديا والشركات اللي علاقه بالاي اي عامه هتكمل في الصعود ولا هتنزل تاني؟ كنا قلنا ان احنا هنستنى نتائج اعمال انفيديا تطلع يوم 22 مايو ونشوف تاثيرها على السوق هيبقى عامل ازاي. النهارده بقى يوم 23 ونتائج اعمال انفيديا خلاص طلعت وعدت كل التوقعات، ومع ان السوق في امريكا لسه ما فتحش بس في حركه. انفيديا اعلنت ان ايراداتهم وصلت 26
مليار دولار في الربع الأول من 2024، وده معدي التوقعات ب6%. وأعلنوا إن أرباحهم كمان في الربع الأول من 2024 عدت التوقعات ب9%. غير كده كمان انفيديا أعلنوا إن هم هيعملوا 10-to-1 ستوك سبليت، وكمان هيوزعوا أرباح زيادة. ال 10-to-1 ستوك سبليت ده من الآخر معناه إن كل سهم انفيديا هيتقسم ل10، وده بيقلل سعر السهم. فمثلا لو كل سهم انفيديا كان ب$1000 دلوقتي هيبقى ب$100، وبكده يقدروا مستثمرين اكتر يشتروا السهم، وده معناه ان سيولة السهم هتزيد. الحاجات دي كلها ممكن تشجع مستثمرين اكتر ان هم يستثمروا في سهم انفيديا. وبعد اعلان النتائج بتاعتهم والخبرين دول، سهم انفيديا طلع 7%. ده معناه انه وصل سعره اكتر من $1000، وده كمان كل ده قبل ما جلسة الخميس تبتدي اصلا. اداء انفيديا بيدي ثقة اكتر للمستثمرين في كل الاسهم اللي ليها علاقة بالاي اي. بس في حاجة الخبراء بيقولوا لنا لازم نخلي عيننا عليها، وهي النت انكم سيكوينشال جروث، او معدل نمو الارباح ربع ورا التاني. وبالنسبة لانفيديا ده بقاله فترة بيقل شوية بشوية، وحاليا وصل لحد عند 19%. لما معدل نمو الارباح الربع سنوية يقرب للصفر، ده هيأثر بشكل كبير على الصعود اللي احنا شايفينه في شركات الاي اي. تعالوا بقى ناخد نظرة سريعة لدوري الاصول ونشوف ال10 لعيبة بتوعنا عملوا ايه الاسبوع ده. التغيير الوحيد اللي حصل ان ارامكو وامازون بدلوا اماكن. دلوقتي ارامكو بقى في المركز السادس وامازون بقى في المركز السابع. قولوا لنا تحت لو عايزين فقرة دوري الاصول تكمل معانا ولا لا. ما تفوتش حلقة ماركت واتش اللي جاية، اللي ألفي هيكلمنا فيها عن آخر استحواذات اللي بتحصل في السوق، وتوقعاته اللي حصلت الأسبوع اللي فات، وتوقعاته اللي جاي. احنا بقى شايفين ان السهم من افضل الفرص الاستثماريه في الوقت الحالي. حفناوي هيستلم الرايه من سيرجيو، هيورينا ازاي توقعات سيرجيو بتحصل وايه توقعاته هو للسوق الفتره اللي جايه. 45% من مؤشر EGX 30 هم 3 اسهم.